فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السنة اللي فاتت في حفل إفطار الأسرة المصرية لضرورة جلوس جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة أطياف المجتمع لتقول معا مستقبل الأمة إيه؟ من خلال الرؤى المطروحة في محاور الحوار الوطني عن المحور المجتمعي تحديدا والاهتمام بقضايا التعليم والصحة كونها الأساس المؤهل لبناء الشخصية المصرية تحديدا. منورنا ومشرفنا الأستاذ الجامعي أستاذ دكتور عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية والمدنية. منورنا ومشرفنا يا فندم، والحديث عن موضوع غاية في الأهمية وحديث الساعة أيضا. اهلا وسهلا بحضرتك وبفريق برنامج الموقر وبالساده المشاهدين الكرام. يمكن سؤالي الأول اللي حابة أسأله لحضرتك، وحضرتك يعني قامة كبيرة في مجال التعليم، الله يخليك. إيه أهم المشكلات اللي بتواجه التعليم بشكل عام دون تحديد أساسي أم جامعي؟ إيه أهم المشكلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك زي ما تفضلتي وبدأتي الحوار بعنوان الحوار الوطني، فالحقيقة المشاهد محتاج يعرف علشان يتابع معانا تسلسل الأفكار بشكل جيد. يعني ايه الحوار الوطني وايه اهدافه ومين المشاركين فيه وايه الموضوعات اللي هتتناوله الحوار الوطني، وفي نفس الوقت كمان عاوز يعرف كمشاهد هيعود عليا بفايدة ايه هذا الحوار. انا كمواطن الحوار ده هيفيدني بايه؟ انا برد على التساؤلات دي باختصار شديد جدا. هذا الحوار هو طبعا يعني ملمح ديمقراطي، مش محتاج وصف اكتر من كده. اقره سيادة الرئيس بهذه الدعوة، وده لتبادل النقاش والحوار في كافة قضايا الوطن المرتبطة بكافة أنماط البشر داخل مصر. اتقسم الحوار ده إلى 3 محاور رئيسية: محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي. طيب هذه المحاور ال3 الرئيسية بتنقسم إلى لجان أسفلها، يعني كل محور هيناقش من خلال عدد لجان معين مجموعة قضايا محددة منظمة مسبقا تم إعدادها وتحضيرها لهذه المناقشة. طيب هو ما هذه يسلط اللجان الصدور ان في الحقيقه المسؤولين عن الحوار الوطني عاملين مجموعه من التنويهات الصغيره جدا بالظبط اللي بتوضح ده وبيذاع على كل الشاشات باختلاف، مرة بنتكلم عن التكوين، مرة الأهداف، مرة تانية بالظبط أهم المحاور. فالحمد لله برضو والتركيز عليها في جميع القنوات سواء ماس بيرو أو جميع القنوات حتى القنوات الإخبارية العالمية صحيح. بدأت تتكلم عنه. صحيح. فلو رجعنا لأهم حاجة، أهم مشكلات التعليم بالظبط يا فندم. فهنبذة بس أكمل في هذه الجزئية ببساطة شديدة جدا. فهذا هذه الموضوعات هذه اللجان يا ربي 19 لجنة مع 3 محاور رئيسية، بقى في 22 محور ولجنة. هؤلاء ال 22 دول لهم 44 مقرر ومقرر مساعد. تمام. مقرر ومقرر مساعد. طيب هؤلاء المجموعة تحت مظلة ايه؟ اللجنة المنظمة لإدارة الحوار الوطني والأمانة الفنية لهذا الحوار الوطني، وتعمل لائحة منظمة لذلك، وتعمل مدونة سلوك لذلك. طبعا الأعمال التحضيرية دي تمت كلها في الأكاديمية الوطنية للتدريب. الحقيقة برضو بوجه كل تحية وكل تقدير، وأثمن جدا جدا دور الأكاديمية الوطنية للتدريب والأجهزة المعنية في الإعداد لهذا الحوار اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون بشكل ناجح ومرضي للناس. طيب الحوار ده بيعالج كم قضية؟ هذا الحوار بيعالج 106 قضية أو بيناقش 106 قضية في المحور السياسي وفي المحور الاقتصادي وفي المحور المجتمعي. 106 قضية. طيب المواطن العادي من حقه يشترك في هذا الحوار؟ أيوة، من حقه من خلال دخوله على الصفحة المرتبطة بصفحة الحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الفيس أو غيره أو غيره، ويدلي بدلوه وبرأيه في أي قضية عاوز يتكلم فيها، لأن الشعب كله متاح له هذا الأمر. طيب
في جزئية المحور المجتمعي اللي هو أول قضية فيه وأهم قضية فيه قضية التعليم والبحث العلمي. ثم جاءت 5 6 7 قضايا أخرى في ذات المحور، صحة والقضية السكانية والشباب وغيره، لكن اللي احنا هنتكلم فيه القضية التعليمية. هذه القضية المزمنة، هذه القضية الموروثة، هذه القضية اللي بتهم شعب مصر بأكمله. بمعنى احنا عندنا دكتورة دعاء ما يشارف 28 مليون ونص طالب في المرحلة ما قبل الجامعي والمرحلة الجامعية. تخيلي 28 مليون طالب في المرحلة ما قبل الجامعي والجامعي، ده بيمثل ايه بالنسبة للأسر مصر كلها. طيب يبقى إذا قضية التعليم قضية أمة، قضية التعليم قضية أمة. هذه القضية تم وهيتم تناولها من خلال 4 محاور أساسية. المحور الأول تعليم قبل الجامعي، المحور الثاني تعليم الجامعي، المحور الثالث البحث العلمي والابتكار، المحور الرابع محو الأمية وتعليم الكبار. كل محور من هذه المحاور يندرج أسفله عدد من الموضوعات بإجمالي 30 موضوع إجمالا. يعني في 30 إشكالية سيتم تناولها من خلال هذه المحاور. عظيم. طيب ما هي الإشكاليات اللي سوف يتناولها محور التعليم أو موضوع التعليم كمشكلة؟ نأتي إلى الجزء الأول المرتبط بمحور التعليم قبل الجامعي. التعليم قبل الجامعي من مشكلة المناهج، مشكلة المعلم ونقص المدرسين، مشكلة الدروس الخصوصية، هذه المشكلة المزمنة والموروثة، المشكلة المرتبطة بالتمويل، المشكلة المرتبطة بالمدارس وما شابه، حوالي 10 مشكلات. تمام. نأتي إلى مرحلة التعليم الجامعي. في عندنا أمر مرتبط بقانون تنظيم الجامعات. قانون تنظيم الجامعات اللي هو قانون 49، هذا القانون في بداية السبعينات وإحنا النهاردة في 2023. تم تعديله عدة مرات، ولكن هذا التعديل يحتاج يوائم المتغيرات الحالية والوضع الحالي والمتغيرات المرتبطة بأستاذ الجامعة، بالمؤسسة التعليمية، بالطالب، بالمجتمع، بالعنصر الدولي. بدأنا في ده، بدأنا في الشغل على تطوير القانون يا فندم، ولا دي استغاثة؟ لا احنا ده مش استغاثة ولا حاجة، هي مناقشات سيتم المناقشة فيها في الحوار الوطني من خلال لجنة التعليم أو قضية التعليم في هذا عظيم. الأمر. ثم سيتم تناول طبعا ما يرتبط بالجامعات الخاصة، ما يرتبط بالمعاهد العليا الخاصة، ما يرتبط بالجامعات الأهلية، ما يرتبط بالأمور المرتبطة بنشر الثقافة المجتمعية، ما يرتبط بالابتكار والتطوير، ما يرتبط بالدور الجامعات المصرية في التصنيف العالمي. وده مهم للغاية. كل هذه الأمور سوف يتم مناقشتها بدقة شديدة. ليه؟ احنا عندنا في مصر حوالي 70 جامعة، حوالي 70 جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية وجامعات ذات اتفاقيات دولية معينة، وجامعات لفروع جامعات أجنبية دولية منشأة بقانون خاص في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه الجامعات 70 الحقيقة تطور. أنا شايف إن هو تطور، لأن لو احنا رجعنا من 7 8 سنين كان عدد أقل من كده بكتير، ما كانش عندنا جامعات أجنبية. فإذا وجود الجامعات الأجنبية كفرع لينا، احنا بنستهدف من هذا الأمر إيه؟ بنستهدف من الأمر ده إن ابننا يقعد معانا بدل ما يطلع بره بمهارته بإمكانياته عشان يدور على تعليم معين. لا، احنا جبنا لك التعليم بالجامعات المرموقة اللي من خلال التوأمة، واديناها التحصين القانوني أو الإطار القانوني اللي يقدر يشتغلوا من خلاله. واتعمل قانون خاص اسمه قانون الخاص بفروع الجامعات الأجنبية في مصر، ده سنة 2018، وكان هام للغاية يا فندم جدا. طيب حضرتك في بداية السؤال، طيب ايه الإشكاليات طالما احنا ماشيين كده كويس؟
والامور طيبه. لا، في اشكاليات. في اشكاليات مرتبطه بالمعلم والاستاذ الجامعي. المعلم يحتاج الى تقدير، يحتاج الى حافز، يحتاج الى دعم، يحتاج الى دعم مادي، يحتاج الى قيمه مضافه ماديه وانسانيه ومعنويه واوجه رعايه، علشان لما يمنح هذا الامر هقدر احاسبه كويس بعد كده. طيب، نفس الوضع استاذ الجامعه. يحتاج الى من اول ما اختاره، من اول ما اختاره في الاختيار والاستقطاب والتعيين والتأهيل والتدريب وأوجه الرعاية الخاصة به، سواء رعاية أدبية أو معنوية أو إنسانية أو صحية أو مادية، ودعمه ماديا بالشكل اللازم بما يتفق مع أسمى رسالة ممكن يتقام بيها هذا الأستاذ الجامعي. ليه؟ لأنه ده بيشكل في البنية الإنسانية الفكرية لشبابنا، بيشكله لبكره. بالظبط. ما هو شبابنا دول بكره بتاعنا. بالظبط يا فندم. طيب، الوضع ده هيحتاج ايه؟ هيحتاج آليات دعم. ومن ضمن آليات الدعم وجود آلية رقابة فاعلة. آلية رقابة يعني ايه؟ يعني رقابة بترصد المتميز من أستاذ الجامعة وتدعمه وتقف جنبه وتديله وياخد كل الأطر المتاحة من الدعم، وتحاول تدعم الأستاذ اللي لسه أو المدرس اللي متأخر في الترقية، واللي يعني تبدأ معاه شوية. طيب، احنا بشر. وتحاسب المقصر. الله ينور على حضرتك. احنا بشر. في مقصر، هذا المقصر بيتحاسب. ايوه بيتحاسب. طيب، آليات الحساب هل هي آليات محددة ذات إطار تنظيمي مريح للمنظومة التعليمية ككل وواضح وشفاف، أم آليات الحساب الموروثة اللي بقى لها فترة طويلة، لما بيخطئ أستاذ الجامعة بيتعمل الإجراءات وبيتحول يتحقق معاه عند أحد الزملاء الأفاضل من أساتذة كلية الحقوق. طيب، هذا أمر جميل ومحمود، وأساتذة كلية الحقوق أفاضل وبيخرجوا قضاة ونيابة وغيره، ولكن هذا يكون عبء عليهم وعلى عملهم. لماذا لا نفكر؟ لماذا لا نفكر في وجود آلية رقابية بهيكل إداري وتنظيمي فاعل محدد، زي الآليات اللي موجودة في وزارات أخرى. زي أنا بشكرك على دقة التعبير. محدد. حضرتك استخدمتها أكتر من مرة في الجزئية دي، إن وجود حاجات محددة، مش مطاطة، مش مرنة، واضحة. بالظبط. رائع. الرقابة موجودة، وفي أوجه محاسبة، وفي بنشوف في مجالس التأديب زي ما حضرتك بتشوفي وبتسمعي في الإعلام، ولكن هذا أمر قيمة مضافة شبه متعبة أو شوية على أستاذ كلية الحقوق. طيب، أنا ما فكرش ليه أوجد كيان مختص بكل جامعة. هذا الكيان يكون له مهمات محددة. مهمة الرقابة هي دعم الإيجابي وترسيخه وتحفيزه ومكافأته، ورصد السلبي ومعالجته، ومن ضمن أوجه المعالجة فن العقاب. التقويم. أيوة. بالظبط، فن العقاب والتقويم وغيره. طيب، وفقا للقانون طبعا. وفقا للوائح. هذا أمر موجود في وزارات أخرى عديدة ووزارات هامة، وفي القضاء وفي القوات المسلحة وفي الشرطة وفي الأجهزة الأخرى طيب، يبقى إذن نحتاج إلى تطوير، تعديل في هذا الأمر من خلال المنظومة. ممكن ترجع كمان النظرة تاني للمعلم، ونرجع زي ما كنا بيحفظونا واحنا صغيرين: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. صحيح. دلوقتي مش موجود ما بين الأجيال. لما بنقول الكلام ده بيبصوا لنا إن احنا عجزنا خالص. لا والله، هو الوضع الحالي ما زال الخير موجود، والخير في وده أمتي. جمال مصر. وده جمال في أمتي إلى يوم الدين. المسألة مرتبطة ابدأ بنفسك يا فندم. يعني لذلك أنا قلت بركز ليه على المعلم وأستاذ الجامعة، لأن أنا لو اخترته صح وقيمته صح ودربته صح وأهلته صح
وتابعته صح، والمعايير الاختيار تبقى وفقا لضوابط محددة. ضوابط يعني ايه ضوابط محددة؟ معايير ذهنية ومعايير علمية نفسية. ومعايير نفسية زي ما حضرتك تفضلتي، ده في غاية الأهمية. طبعا هذا المعيار بيحقق ايه؟ بيحقق أداء متميز من عضو هيئة التدريس إلى طلابه، وبالتالي بيطلع لي منتج بشري من الطلاب. شايف ان استاذ الجامعه يعني اداله شكل طيب، اداله منتج فكري كويس، اداله مقومات ومهارات جيده، فبالتالي ده كل ده في صالح منظومه التعليم. ده عنصر. طبعا كون حضرتك موجود معايا، انا ما اقدرش اغفل وجود حضرتك ونستغل وجود حضرتك تحت امرك. ونتكلم عن القطاع العقاري اللي احد المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد ومرونته، وبيشكل مرآة عاكسة للازدهار وتنوعه. لذا فإن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية هيكون ليه آثار كبيرة تعمل على إحداث تغييرات نوعية في واقع الصناعة العقارية في ضوء حالة التنمية العمرانية اللي بتشهدها مصر الآن وبيشهدها العالم عن مصر كمان. عن مستقبل القطاع العقاري في مصر وعن التكنولوجيا العقارية. يعني إيه تكنولوجيا عقارية؟ مميزاتها، التحديات اللي بتواجه التنمية العمرانية، فرص تحقيق الاستدامة العمرانية. كل ده يا فندم أنا مطالبة في الدقائق البسيطة الصغيرة اللي فاضلة إن احنا طيب. نتكلم عنها. أنا عارفة إن شق التعليم كنا لسه هنتكلم عن المناهج، كنا هنتكلم عن صحيح التعليم صحيح الفني، صحيح. ولكن العدو الأول لبرامج الهوى هو الوقت. الوقت سرقنا، كويس. ولازم نروح للعقارات ورغم آه توقع المؤسسات. برضه هو موضوع من الموضوعات المهمة في مجال التنمية المستدامة. القطاع العقاري قطاع رئيسي في المسائل المرتبطة باستثمارات الدولة، وقطاع مرتبط به بشكل مباشر وغير مباشر الملايين من البشر، من عمال ومن مصانع ومن تجار تجزئة وتجار جملة وغيره وغيره. وهذا القطاع بيعاني حاليا الحقيقة من بعض المشاكل أو الظروف، سواء الظروف الدولية المرتبطة بالتضخم وموضوع الدولار وغيره وغيره، مؤثر طبعا على الخامات ومؤثر على أشياء معينة بالنسبة لهذا الأمر. فبيعاني معاناة مؤثرة الحقيقة على التنمية المستدامة. وبنثبت ان احنا بنتكلم عن الحوار الوطني على فكرة المحور الاقتصادي. في برضو انا بحب اطمن المشاهد قد ايه في اهتمام دقيق بالمشاكل الامر. في لجنة في المحور الاقتصادي اسمها لجنة التضخم وغلاء الاسعار. هذه اللجنة بتفحص وبتتكلم وبتناقش. ومين اللي بيناقش؟ خبراء وعمال من خلال الفيسبوك وموظفين واساتذه الجامعه، احنا كلنا يا وجميع فندم. فئات الشعب. طيب بيتكلموا في هذا الامر. طيب ايه هذا الامر علاقته بموضوع الازمه العقاريه او السوق العقاري انجاز التعبير؟ خصوصا يا فندم ان المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال العقارات قالت بتباطؤ نمو النشاط العقاري في مصر شأنه شأن بقية الأنشطة الاقتصادية اللي اتأثرت بالمتغيرات العالمية. خبراء توقعوا أن يستعيد القطاع العقاري عافيته قريبا، مؤكدين بزيادة حركة البيع بعد قرار تحرير سعر الصرف نتيجة بحث الناس عن أوجه الاستثمار والادخار والأمن لفلوسهم. وانا اتوقع العقار هو اتفضل. الاستثمار الآمن يا فندم؟ ده انا اتوقع هذا الامر بشكل طيب جدا. لا جدال على مدار التاريخ ان الاصل الثابت المرتبط بالعقار هو الاقل في الاستثمارات من مخاطر. ما يرتبط بتوجهات الدولة حاليا بإقامة مشروعات وجذب استثمارات لشراء بعض الأصول المرتبطة بتنمية عمرانية، ده أمر هيدخل عملة صعبة للدولة. في نفس الوقت هيعمل حركة في التنمية العمرانية بشكل كويس. في عنصر آخر مهم جدا، الدولة دلوقتي آخذة في النقطة المرتبطة بالإسراع من إتمام قانون مصالحات المباني. وهذا القانون مرتبط أيضا بالتنمية العمرانية. طبعا. لا جدال أن عدم في الفترة اللي فاتت كان في فترة إصلاحية. الفترة الإصلاحية دي لمساوئ أو سلبيات دفع ثمنها الحقيقة
جزء من شعبنا المحترم الحمول. ده امر معلن. احنا فخامة الرئيس في يعني جميع حواراته ما ينفعش بيشكر المواطن المصري ما على ينفعش تحمله نقول تبعات كلام التنمية. ما ينفعش نقول كلام غير واقعي. الواقع ان المواطن فعلا تحمل في الفترة اللي فاتت. وانا اتوقع وببداية الحوار الوطني ان نتائج هذا الحوار في كافة القضايا هتبقى محل اهتمام بالغ من متخذي القرار وواضعي السياسات لصالح المواطن في الفترة اللي جاية. أتصور ومن هذه الأمور المسألة المرتبطة بالتنمية العمرانية والاستثمار العقاري وعلاج المشاكل المزمنة بشأن موضوع البناء وقوانين التصالح اللي بعضها في تنفيذ دلوقتي وبعضها لم ينفذ. يعني في بعض العقار اللي أخد نموذج 10 بياخد ترخيص لو كان هو جوه الحيز العمراني يستكمل البناء. وفي العقار الآخر اللي خد فعلا نموذج 10 ولكن خارج الحيز العمراني ما زال أمره مؤجل. فدي برضو أكيد هتطرح من ضمن القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية. بفتكر زمان اول ما دخلت المبنى حد قال لي مثل انا مش قادره انساه، صحيح ما طبقتهوش بس مش قادره انساه. بقول لك المصريين بيحبوا يشتروا عتب مش يشتروا ذهب. عتب هل العقارات حضرتك جايبه هي ما هو الاستثمار العتب الآمن هو العتب لأموال المصريين دكتور عبد الوهاب؟ لا جدال، لا جدال انه هذا الاستثمار اللي هو العتب زي ما أيوه. حضرتك زي ما حضرتك تفضلتي. الحقيقه استثمار آمن. وعاوز برضو ألقي الضوء على حاجه هي منظور مجتمعي. لو سعادتك فحصتي طبيعه المجتمع المصري الجينيه المرتبطه بموروث القديم، احنا بنحب قوي ثقافه بكره، ثقافه التخزين. ايوه. ثقافه ابني هيكبر لازم اشوف له شقه. يبقى الولد في اعدادي ببدا افكر ازاي احجز له شقه في كذا، هيتجوز فين وهيعيش ازاي. حتى في الريف اخد البيت عشان يبقى بيت عيله ابقى انا واولادي. فثقافه بكره دي واحتضان الاب والام المصري لاولاده في الفطره بتاعتهم ثقافه موجوده حتى في الامتداد العمراني المرتبط بالبناء. فاحنا النهارده بيبني علشان مش لنفسه بس، لا ده ابني هيتجوز فين ويكون ابنه لسه في ابتدائي ويكون ابنه لسه في اعدادي. البنت كذا، لا ده البنت هخليها زي الولد برضه. أيوة. وهعمل لها كذا وكذا وكذا. فكل ده مرتبط بالتنميه العمرانيه. ايه اهم الازمات اللي بتخنق سوق العقارات في مصر؟ ترى ارتفاع تكلفة التمويل، تدني القوى الشرائية بسبب سعر الجنيه مقابل الدولار، اشتراطات البناء وصعوبتها، سعر كمان ايه اللي خانق سوق العقارات؟ كل الاسباب اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها دي ويضاف عليها ما يرتبط بالظروف العالمية والمحلية والإقليمية، وده عنصر في غاية الأهمية. فعلا للغاية يا فندم. نحن يا فندم في حالة يعني كل وضوح كده في حالة حرب عالمية اقتصادية فعلا، بس بشكل آخر. يعني انتهت حروب السلاح ولكن حرب اقتصادية، وإحنا دولة نامية. دولة نامية في ظل صراع القوى الكبرى لازم نتأثر تأثر مباشر، عملتنا لازم تتأثر. القوى الاقتصادية عندنا كانت آخذة في النمو وبنتحرك بشكل كويس جدا، لكن لازم نتأثر باللي حصل. ومن ضمن العناصر اللي تأثرت بشكل مباشر القطاع العقاري. عظيم جدا. ازاي بقى نتغلب على كل هذه المشاكل الحقيقة؟ ازاي؟ ما شاء الله على السؤال. الحوار الوطني اللي بيتعمل احد الوسائل اللي بتوجد. مش انا قلت من شويه ان احنا هنناقش 106 قضيه من ضمن مناقشات القضايا في هذا الامر هذا المحور مناقشته في من خلال المتخصصين في العقار، متخصصين في الاقتصاد، المتخصصين في ما يرتبط بالحلول في هذا الامر، في مناقشه هتتم في الحوار الوطني بهذا الامر. ممكن نقول ان المجال العقاري بيعاني من ركود؟ ولو ده صحيح
المستقبل هيكون عامل ازاي؟ الحقيقة هو بيعاني من ركود نسبي ومؤقت. نسبي ومؤقت. وأتصور أنه في المستقبل القريب هيحصل في انتقال ودي لو رجعت للتاريخ حضرتك تلاقي الكلام ده حصل في التسعينات وحصل في 2015 و16. في يعني مقولة كده ما بين العامة من الشعب: العقار يمرض ولا يموت. يمرض ولا يموت. فإذا بكرة بالنسبة للعقار لا. طيب حضرتك تسأليني ممكن يبقى في زيادة في أسعار العقار؟ بالطبيعي أيوة. جدا، مش محتاجة يعني تحليل. بالطبيعي جدا أنا أتوقع أن هيحصل زيادة، لأن كل المقومات المرتبطة بالمادة الخام، المرتبطة بلوازم المادة الخام، المرتبطة بالصناعة، المرتبطة بالعملة الصعبة، بتقول أن لازم يحصل زيادة ولتكن نسبية. دور الحكومة في دعم القطاع العقاري، أهمية مبادرات التمويل العقاري اللي بتتبناها الدولة، وأهمية أن ينتهج أيضا المطورون العقاريون تفعيل منظومة التمويل العقاري. موضوع التمويل العقاري ده الحقيقة آلية جيدة جدا من الحكومة لدعم القطاع العقاري بشكل يعني قوي. ولو ان انا من منظوري الشخصي هذا التمويل في ظل الظروف اللي حصلت يحتاج الى قدر نسبي من المرونة لمعالجة متغيرات الواقع اللي افرزتها الحالة الحالية والسابقة. بمعنى ان احنا نقدر ندعم قطاعات اكبر في التمويل، نقلل شوية شروط المرتبطة بالحصول على التمويل. طيب التقليل ده ممكن يودي او يعمل مشكلة اقتصادية مرتبطة بامور معينة بنكية او غيره. لا، ما هو لازم تبقى الامور دي من ضمن الامور برضو المطروحة في الحوار الوطني. وهرجع وأكد على دقة تعبيرات حضرتك جدا في الأمور الخاصة، أشكرك عليها للغاية. بنسمع مصطلح في الفترة الأخيرة تصدير العقار، أحد أهم الملفات التي يجب أن تركز عليها الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين لتوفير عملة صعبة، إنعاش المبيعات وإنعاش السوق. طبعا إزاي نعرف نسوق للعقار في مصر؟ إزاي أقدر أقدم كافة الضمانات أجذب صناديق الاستثمار الأجنبي للسوق العقاري، مع العلم أن العقار في مصر هو سعره أقل سعر مقارنة بالأسواق المنافسة، بالإضافة طبعا للاستقرار الاقتصادي والأمني اللي رب العالمين منحه لمصر هبة ربنا يديمها. الحمد لله. إزاي نعمل هذا الأمر تسويق العقار؟ أنا عاوز أتكلم فيه نقطة قبل ما أدخل على العقار. اتفضل. تسويق ذاته. تسويق، إحنا عندنا برضو محتاجين نعرف الآخرين يعني إيه التسويق. إحنا التسويق ده عرض ما هو كل جميل والفت بيه نظر العميل المستهدف، وإزاي أصل للعميل بنيته، بأفكاره، بشخصيته، في المكان وبالطريقة اللي تحقق هدفي أنا. طيب هذا الأمر إحنا العقارات بإقامة المشروعات الموجودة ده أمر متعارف عليه في اقتصاديات الدول. أيوة طبعا. يعني النهاردة في الدول الأوروبية العقارات بأنواعها، لو حضرتك بتتابعي هناك تلاقي فيه نسبة من العرب يمتلكوا ومشاركين. هي نفس الفلسفة. أنا النهاردة ببدأ أسوق العقارات في أماكن مميزة عندي ليشارك المستثمر المحلي بتاعي، وبالتالي هيجذب لي استثمارات بعملة صعبة، وبالتالي هيعمل حركة تنموية داخلية هتشغلي العامل والمهندس والصانع والمصنع والعربية والتباع، وهيبيع وده هياخد. إذن هيعمل لي رواج في السوق. وبستثمر. المستثمر اللي بيجي ما بيجيش لوحده. النهاردة لو عبد الوهاب مستثمر، ده عضو في جمعية مستثمرين في الإمارات، في السعودية، في الكويت، في دولة سين. لما بيشوفوه نزل ونجح مشروعه في مصر بيبدأ يدرسوا. الناس دي بيعملوا دراسة جدوى، ما بيجوش كده إلا لما يشوفوا. فبالتالي نجاحه هو تسويق أيضا لينا، وبالتالي توفير عملة صعبة،
وتشغيل شباب وفتح آفاق قوة ناعمة مع الوسط المحيط بالنسبة لنا في الإقليم. وهو متعطش ومحب لمصر. القطاع العقاري بيمثل 20% من الناتج المحلي، وده رقم معتبر محتاج ان انا اركز معاه جدا لكي ينتعش. وهنا نسمع مؤخرا برضو مصطلح التكنولوجيا العقارية. حابة من حضرتك اعرف يعني ايه تكنولوجيا عقارية، وكمان هتضيف ايه لمجال وسوق العقارات مادام هو مجال معتبر 20%، ده رقم معتبر وحلو كده في الناتج المحلي المصري. أنا بشكرك على السؤال الجميل ده. شكرا. والحقيقة هو هذا السؤال مربوط بالمسألة المرتبطة بتقنية المعلومات والتحول الرقمي في محور التعليم اللي احنا اتكلمنا عنه في سوق العمل، وما يرتبط بالجامعات ذات الجيل الرابع اللي احنا آخذين في النمو بالنسبة لها، عشان نخرج خريج قادر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع التحول الرقمي بأنماطه في الشركات المختلفة. ده مرتبط بالموضوع السابق. طيب هل موضوع تكنولوجيا العقار عندنا احنا متقدمين فيه ولا لسه بنبدأ؟ لا، احنا مش متقدمين فيه، ومحتاجين فعلا ان احنا ندعم هذه الصناعة المهمة جدا في مسألة تكنولوجيا العقار بالتسويق الأفضل. لسه ما زال الفكر التسويقي القديم النسبي، لم نخترق بالشكل الأمثل الأذهان والوجدان في كل مناحي العالم المستهدف. يعني عاوزين نروح أمريكا، عاوزين نروح أستراليا، عاوزين نروح فرنسا، عاوزين نروح بلجيكا، عاوزين فتح نروح اسواق جديده يا فندم، حضرتك تقصد كده؟ بالظبط. وده يوفروا التكنولوجيا العقاريه. وانا قاعد في مكاني بآليات وطرق تقنيه معينه، وانا قاعد وبقدر استهدف مين. بس قبل ما بستهدف بحصر السوق هناك، وبيبقى ليا العميل بتاعي والمبرمج بتاعي اللي موجود هناك عشان اقدر اسوق بشكل كويس. وهذا التسويق بيحسس العميل وهو قاعد انه موجود بجسده هنا، لان الطريقه التسويقيه اللي عليها دور، طريقه التخاطب عليها دور، طريقه العرض عليها دور، النقطه الجاذبه بالنسبه للسعر وطرق التقسيط عليها دور. فبالتالي دي مهمه جدا جدا في مساله التنميه العقاريه. ممكن بيتم الحجم عنها لانها قد تكون في البدايه مكلفه، بس هم مش حاسبين العائد الكبير اللي هيرجع منها يا فندم. لا جدال ان هو طبعا هي نسبيا مكلفه، ولكن العائد المتوقع منها عائد محترم، لان ما عادش حد اسمه النهارده مع التقنيه والتكنولوجيا. لا يعني ده امر اتصور ان هو هياخد في النمو في الفتره اللي جايه، والجيل اللي جاي من الشباب عندنا مؤهل لكده كويس جدا على فكره. عظيم جدا. يبقى عملنا فيه اللي جاي مع تطوير الموجود باذن الله. تحليل حضرتك، وحضرتك قامه كبيره برضه لسوق العقارات، حضرتك ممكن تحلله لنا وتقول لنا ايه؟ لا والله بصي، المنظور الاجتماعي انا هحلله من منظور اجتماعي. عظيم جدا. هحلله من منظور اجتماعي، وانا مطمئنه من دقه الكلمات والتعبيرات اللي حضرتك يعني اختارها. بس عشان نبقى ايه زي ما بيقولوا كده المشاهد يبقى مدرك المنظور الاجتماعي لسوق العقارات في مصر. ما زال السوق القديم والحاضر والمستقبل، والسوق المرتبط بالماضي والمستقبل، والسوق الواعد في حياتنا مرتبطة لأن فئة العمال عندنا أعداد طبعا، فئة الفنيين عندنا أعداد، الفئة اللي شغالة في المصانع المرتبطة بالمواد الخام للسوق العقاري برضو نفس الوضع. فإذا هذا السوق مرتبط ارتباط مباشر بالتنمية، وبالذات للفئات اللي هي متوسطة أو دون المتوسطة. فإن شاء الله أتوقع وبقوة عودة السوق العقاري بشكل طيب زي ما أنا قلت من شوية، هو يمرض ولا يموت. عودته وهو بالفعل في بعض الأحيان أو في بعض الأماكن أو بعض المدن عليها إقبال وعليها طلب، وأسعارها في تزايد، وفي حركة نسبية فيها بعض المدن الجديدة أو عدد من المدن الجديدة. احيانا بيوقفوا البيع يا فندم لغاية تحديد وتجديد الأسعار. إن شاء الله حدث بالفعل. إن شاء الله إن شاء الله.
ده يرتبط ارتباط وثيق ان شاء الله بالتنميه المستدامه وبعناصر التنميه المستدامه، وبما نرجع تاني للحوار الوطني وبما يتناوله الحوار الوطني. فكرة في لجنة اسمها لجنة المحليات في المحور السياسي، هامة ودي للغاية، يا ريت حضرتك تكلمنا عنها. ودي هتناقش غير اللجنة المرتبطة بتضخم الأسعار في المحور الاقتصادي ولجنة الاستثمار. اللجنة بتاع المحليات هتناقش ما يرتبط بقانون الإدارة المحلية الجديد، ويعني إيه قانون الإدارة المحلية الجديد وأبعاده وأهدافه والمجالس الشعبية المحلية وأدوارها. وكلمة المجلس الشعبي المحلي دي كلمة مش قليلة خالص. صحيح، ده اشتقنا ليها يا فندم. القادة الشعبية اللي موجودة في المكان اللي بتدي فيدباك لمجلس النواب عن العزبة والنجع والقرية في عمق الريف المصري، ومنها المسائل المرتبطة بالعقار. طيب احنا في الآونة الأخيرة هل حصل تنمية في الوعي وفي الثقافة من انتقال من الحجر الضيق أو الزاوية الضيقة في العزبة والقرية والنجع إلى المدن الجديدة؟ حصل الحقيقة طفرة جيدة جدا في مسألة النقل من قرية أو عزبة يشتري في مدينة من المدن الجديدة، بدأ يروح يدور على شقة في مدينة من المدن الجديدة. ليه؟ علشان ينقل نفسه إلى مسار سكني أفضل، والحقيقة ده أمر متنامي بشكل جيد يعني. عظيم جدا. زي ما اتفقت مع حضرتك في البداية، للأسف العدو الأول لبرامج الهواء هو الوقت. ولكن أنا اتشرفت بوجود حضرتك أستاذ دكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية والمدنية. شكرا لوجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك وفريق البرنامج المحترم. بالتأكيد بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. بكرة يتجدد لقاء جديد وأسرة جديدة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه.